السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي صنعة وهمة. باش توصلكم وصفاتي ما تنساوش ديروا اشتراك ونبداو مع الوصفة تاع اليوم ان شاء الله. واللي غادي نحضر جراتان تاع الدنجال. هنا راني خديت فلفل راني طيبته مع شوية تاع لاصوص، شوية كفتة. هنا الكفتة تقدروا تستغناو عليها، شوية فرماج مبشور وفرماج مربعات، والدنجال كنت قطعته الى شرائح طويلة. هنا غادي ناخد صنيوه تاع الفور، ندير ورق الطهي وندهنو غير بشويه تاع الزيت، ونسطر فيه دوك الحبات تاع الدجاج اللي كنت قطعتهم الى شرائح. ما ديريوهاش غليظه بزاف وما ديريهاش رقيقه. هنا غادي ما نقليهش، هي اللي تبغي تقليه براسها زعما تفضل القلي دير. انا نفضل نديره في الفور باش ما يشربش معنا الزيت وما يكون صحي اكثر. غادي ندير له شويه تاع الملح، تبغي تزيدي رشه تاع الفلفل زيدي، ما تبغيش معليش. الكفته نتاعي راني فوتها في المقله مع شويه بصل، والفلفله نتاعنا راهي طايبه. انا نحتاج الجبن المربعات والجبن الاخر طاري. انا شوفوا الدنجال تاعي غير فوتته في الكوشه شويه هكا ولا مرخوف. وهنا غادي ناخذ نجمع ديك الكفته مع داك الفلفل، نجمعهم مع بعض وتبعوا معايا هنا الطريقه كيفاش غادي نروليهم. انا ناخذ حبه تاع الدنجال وناخذ الجبن تاع الهمبرجر هذا المربعات، وغادي نفرش الداخل في الحبه تاع الدنجال نتاعنا. ندير على حساب القطعه، ما نديرش زياده، ونوضع شويه من هذاك الخليط لداخل، ومن بعد نزيد قطعه تاع الجبن الذائب. وهنا غادي نروليه، ومن بعد نديرها في الصنيوه تاعي، في الصينيه اللي غادي ندخلها في الفرن. نواصل العمليه حتى نكمل كامل الحبات نتاع الدنجال تاعي ونستفهم في البلا تاع الفرن. وكما سبقت وقلت لك تقدري تستغناي على الكفته، ديري غير الفلفل، ديري معاه حتى هو شويه تاع البصل، وتشحري هذيك البصله وتعاود تزيدي عليها هذاك الفلفل بلا ما تحتاجي ديري الكفته. ولا تقدري ثاني تعوضيها بالصدر تاع الدجاج. هنا حكيت حبه تاع الطماطم زدتها على هذا الخليط اللي كان بقى لي، وغادي نفرشه فوق عفوا غادي نزيد له شويه تاع القشطه الطريه، وغادي نزيده فوق الدنجال نتاعي بعد ما روليته. قدي الا ما كانش عندك القشطه الطريه تستعملي لاصوص بيشاميل. وهنا في هذه المرحله غادي نجيب هذاك الجبن اللي راني بشرته ونعاود نزيد نديره من الفوق على الوجه باش يتحمر لنا ويجينا شباب. هنا الفرن تاعي راني سخنته، غادي نشعله غير من الفوق ونخلي الكراتان تاعي هذا يتحمر لي من الفوق. وبالصحه والراحه يجي واحد البنه هايله بصحتكم. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا مازال ماكوش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات الجديده ان شاء الله كي نحطها. وما تنساوش ثاني ديروا لايك باش الفيديو يطلع ويشوفوه اكبر نسبه من المشاهدين، وبارطاجيوه للاحباب. وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، مع السلامه الى حلقه القادمه ان شاء الله.